السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة كويزين إكرام دي زاد. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله، من سلسلة تحضيرات شهر رمضان المبارك. اليوم حبيت نشارك معكم هذه مجموعة من الأفكار أو التدابير. هذه التحضيرات لازم نوجدوها قبل رمضان خاطرش نحتاجهم كامل في شهر رمضان المبارك. حبيت نشارك معكم هذا الخبز بالتوابل أو بالخبز بالألوان مع شوية تاع الثوم مع النعناع المجفف مع قشرت شويه نتاع الثوم، رحيتها درتها في البلارط باش تلقاوها واجده، ماشي كل دقيقه تقشر الثوم. هكذاك تلقاوها في البلاره كي الحسنه، سورتو المراه العامله مالات تساعدها بزاف في المطبخ نتاعها. وبلا ما نطول عليكم نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله ونقول بسم الله. واش عندي هنايا؟ انا عندي طرف نتاع الخبز، اللي عندها الخبز يابس تقدر ترحيه مباشرة، اللي ما عندهاش الخبز اليابس تقدر تحطيه في بلاطو هكذاك وتحطه في مكان سخون قدام المدفأة في الكولوار ولا كاش بلاصة تكون سخونة ونخليه ييبس. والطريقة الثانية درتو باللوب نتاع الخبز. كما تعرفوا كامل حنايا كي ناكلو الخبز نحيو هذاك اللوب اللي داخل الخبز، جمعوا كمية منه وخليه في الساشي بلا ما يبس منكم، خاطرش هذيك التوابل نديروهم هكذاك والخبز تاعكم يكون طري. خاطرش لو كان ديروا هذاك التوابل نتاعكم والخبز يابس ما تشدش معكم هذيك التوابل، ما تعطيكمش هذيك الالوان الشابه. اما لا لازم نحطوا هذوك التوابل هكذاك والخبز تاعكم يكون طري. وهنا كما راكم تشوفوا راني نحي هذيك القشره من الفوق كامل كما راكم تشوفوني هنايا حتى نكمل كامل الكميه اللي تستحقوها. نجيب كاش جفنه ولا ان ريسيبيون ولا كاش حاجه نحط كامل بالخبز اللي درته من قبل بلا ما ترحيوه هي البنات، هكذاك فقط نقطعه فقط بشويه بيدي نفتتو كما راكم تشوفوني هنايا بلا ما ترحيوه حتى نديرو التوابل باش نرحيو هذاك الخبز تاعي. واش التوابل اللي درتها فيه هي البنات؟ درت ملعقه صغيره نتاع فلفل احمر، ملعقه صغيره نتاع فلفل اسود، درت شويه نتاع الكركم، شويه تاع الملح، شويه تاع زنجبيل، توم بودرة، درت تانيك معدنوس مجفف. ديروا التوابل اللي تحبوهم يا البنات تقدروا تحطوهم فيه، سورتو الفلفل الاحمر والكركم هذوك اللي يعطيكم هذاك اللون الشباب. قبل ما ديروا هذوك التوابل لازم ديروا حوالي 2 ملاعق نتاع الزيت باش يشدوا هذوك التوابل ويعطيكم هذاك الالوان الشابه. كما راكم تشوفوني هنايا راني نخلط كامل هذوك التوابل حتى دخل كامل التوابل في هذاك الخبز، ومن بعد نحطوهم في الخلاط او في الغوبو كما الشي اللي عندكم باش ترحيو هذاك الخبز. وتاني كي يخرج هذاك اللون الشباب كما قلت لكم ما ترحيوش بزاف يا البنات، رحيوهم غير شويه باش يجي هذاك شابلور نتاعكم يجيكم مرفود على هذاك الخبز اليابس. هنايا مازال ومن بعد نجوزوه في السيار، هنايا نحطوه باش ييبس هذاك الخبز تاعنا. بعد ما ييبس نجوزوه في السيار كما قلت لكم ونحولو كامل هذوك البراكس اللي مازال ما نشفوش. كي ينشفو يجيكم سهل يجوزو كامل تحت السيار ويبقى الخبز تاعكم يجيكم شويه مرفود على هذاك القشره اللي من الفوق، هذاك تجي شويه رقيقه. كما راكم تشوفوني هنايا راني وليت لهذاك الخبز اللي درتو باش يبس، هذا نديرو هذاك شابلور العاديه اللي نديروها كامل في الدار تجي رقيقه، درتها بهذاك القشور اللي نحيتهم في هذاك اللوب. وتانيك بقى لي شويه الخبز العادي. هنايا خلاص الخبز تاعي راه يابس، جوزتو كامل في الغوبو كما راكم تشوفوني هنايا. وجبت هذاك السيار اللي عنده العيون كبيره جوزتو كامل اللي جاز من تحت وهذاك اللي من الفوق نعاود نرحيه تانيك ونعاود نسيروه حتى نكمل كامل واش عندي من هذاك الخبز. جبت حوالي 2 ملاعق نتاع الكركم ودرت فيه في هذاك الخبز مع 2 ملاعق ولا 3 نتاع الزيت باش يثبت لكم هذاك اللون الاصفر، باش يعطيكم هذاك اللون الشباب الاصفر. وهنا كما راكم تشوفوا راني نديرو كامل بيديا. هنايا لازم كي تكملوا هذه العمليه ديروه في ان بلاطو هكذاك وتخليوه باش ينشف هذوك التوابل
باش ما تجيكمش الريحه فيه. لازم ينشف يا البنات. وهنايا راه النتيجه قدامكم. هذاك الخبز العادي وهذاك الاصفر اللي درت فيه الكركم وهذا اللي درت فيه به التوابل. لو كان تشوفوا الريحه تاعو تهبل يا البنات. اما الان نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي النعناع المجفف. هنا جبت جوج ولا ثلاثه ربطه تاع النعناع. بعد ما غسلتهم طبعا نحيتو كامل هذاك العروق اللي فيه. خليت غير الاوراق فقط. ومن بعد كي كملت غسلت النعناع نتاعي حطيته في الكسكاس ولا في كاش صفايه كما راكم تشوفوا هنايا حتى يقطر لي تماما هذاك النعناع نتاعي. لازم تحطوه يقطر يا البنات باش ديروه في ان بلاطو. جبت بابي ابسوربو فرشته كامل فوق السنيوه هكذاك باش يشرب لي كامل هذاك الماء الزائد. وحطيته في قدام المدفأة في الكولوار ما شدليش كامل الوقت الجفاف نتاعو. حطيته اليوم غدوه من داك خلاص لقيته في الصباح لقيته ناشف تماما. انا يا البنات نخدم بالطريقه التقليديه. نحب نبدا قبل بالتحضيرات تاع رمضان بلي زيبيس. نبداو بالتحضيرات واش نستحقوا كامل في الشهر الفاضل باش نجوزوا الحلويات والمعسلات. ونبدا قبل بالتحضيرات ومن بعد نروحوا نبداو بالمعسلات. نبداو من دوكا مازال الحال شويه. كي يقرب رمضان يبقى له سمانه ولا نجوزو للمعسلات نبدا لكم بالحلويات. اما الان هادو ما كامل نستحقوهم يا البنات في الشهر الفاضل. سورتو النعناع يجي في الشربه ما شاء الله تجي الريحه نتاعو تهبل. الشي اللي ديروهم بيديكم خير من اللي تشرو حوايج ما تعرفوش كامل واش فيهم. هنايا بعد ما جف لي هذاك النعناع جوزته في الصفايه. ما ترحيوهش يا البنات في الغوبو باش ما يجيكمش رقيق مليح. خليوه بالصفايه فقط باش يجيكم مرفود شويه. وحطوه في البلاره تاعكم وانتم راكم وجدتوا لشهر رمضان. وهنايا نروحوا نوجدوا الثوم نتاعنا. انايا الثوم يا البنات درت ثوم مجفف. راه كاين الوصفه في القناه اللي حب تدخل للقناه تشوف الوصفه. وهذه هي الثوم رحيتها تانيك. نحب كي ندير الفطور نتاعي نحب نلقى الثوم واجده نعمر فقط في البلاره ونحطها في المجمد ونجبد بشويه بلاره مور البلاره حتى يكمل رمضان الكريم. وانا كيما راكم تشوفوا جبت بلاره صغيره وحطيت هكذاك سنينات نتاع الثوم هكذا صحاح ودرت لهم شويه تاع الزيت عمرتها كامل بالزيت. حطيتها في الثلاجه من تحت فقط باش اذا استحقيت كاش حبه ولا نجبد منها. هذا الثوم يا البنات اللي درتها في هذيك الخلاط نتاعي درت له حوالي نصف حبه نتاع الليمون باش تجيكم هذيك الثوم نتاعكم تبقى على حالها بيضة تشعل. وضفت لها ثاني حوالي نص كاس نتاع الزيت. لازم الزيت. ومن بعد نرحيو كامل هذاك الثوم نتاعي بنص كاس نتاع الزيت ونص حبه نتاع الليمون نعصرها في هذيك الثوم باش يعطيكم هذاك البياض الشباب كما قلت لكم من قبل. ونرحيوهم ونعمر البلارات نتاعكم. لازم البلاره تكون معقمه وتاني ديروا لها شويه تاع الزيت في هذيك البلاره دهنوها كامل. هذاك الزيت هو اللي يعقم الثوم نتاعكم. لازم الزيت كي تكملوا البلاره نتاعكم فرغوا من الفوق شويه نتاع الزيت باش يكون عازل بين الهواء والثوم نتاعكم باش تبقى على حالها. ديروها في المجمد. اذا درتوا كميه كبيره ديروها في المجمد. اللي تستعملوها خليوها من تحت فقط. خليو غير شويه كل ما تجبدوا منه لازم تضيفوا من الفوق شويه نتاع الزيت. وتاني الملعقه اللي تعمروا فيها لازم تكون نقيه. ما ديروش ملعقه فيها هذا ريحه نتاع الطعام. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفات. انا يا البنات نحب ريحه تاع بكري. هذه هي اللي تفكرني بايام الزمان الجميل. انا نحب نحضر كلش بيديا في رمضان من التوابل ومن كل شيء. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفات. أما الآن وصلت لنهاية هذا الفيديو. أترككم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة.